خمس أظهرة في اف سي موبايل رسميا. ده عنوان الفيديو النهارده. رسميا النهارده هجيب لك افضل خمس أظهرة في فيفا موبايل كسعر وككواليتي وكأداء على أرضية الملعب. النهارده الفيديو هيكون قوي جدا، لأن في مركز حساس جدا اللي هو الظهير ليفت باك اللي بيه هقول لك مين افضل خمس اظهره في اف سي موبايل. ولكن قبل ما نبدا بتمنى منك انك تصلي على النبي، تذكر الله وتدعمني، تضغط على زر اللايك وتنضم لعائلتنا عائله الرزاع وتشارك هنا في القناه. وليتس جو. مبدئيا كده اول حاجه هندخل على السوق، وندخل طبعا على البحث، ونعمل اعاده تعيين ونكتب ونختار المركز اللي عليه الفيديو النهارده، ومركز الليفت باك ال بي. هيجي لك اظهره كتيره جدا، وحرفيا اكتر من 100 ظهير موجودين اقوياء ممكن تشتريهم في اللعبه. ولكن انا عنوان الفيديو بتاعي الاساسي افضل اظهره كسعر وكاداء. يعني انا مش هقولك مثلا كوكوريا دلوقتي 250 مليون، قد يكون افضل ظهير في اللعبه طبعا بعد دي ماركو. ولكن انا عايز اعلى كواليتي بالنسبه للسعر. يعني انا الصراحه انا شايف ان هو ما يستحقش 250، هو اخره 150 مثلا. فيعني انا النهارده هقول لك الافضل كسعر وككواليتي على ارضيه الملعب. نبدا باول حاجه، وهو من اول صف، هو الاسطوره واللي معايا انا كان نفسي في التشكيله، موجيك لاعب كولومبيا. حرفيا لاعب سريع جدا يا جماعه. انا جايبه النسخه دي ب209 مليون. تقدر تشتري ظهير السرعة بتاعته 108، وكمان طويل، وحركة المهارة عنده عالية، وحرفيا طاقته الدفاعية قوية جدا 107 و192 و104. ده كله قبل التطوير وقبل أي حاجة. فالصراحة هو ظهير قوي جدا جدا. وكمان هو عندي في التشكيلة وأنا معتمد عليه اعتماد أساسي تماما. وحرفيا لا يمثل في تشكيلته، ولاعب قوي جدا جدا. هو الأسطورة موجيك، ده أول ظهير بالنسبة لي، وقد يكون هو من أفضل الأظهرة. وطبعا هو من أفضل ثلاثة. الأول طبعا دي ماركو ده لا يمثل طبعا، إنه طبعا أوفر 102. وتاني أقوى لاعب هو أوفر 100. فدي ماركو لا، هو أقوى ظهير في اللعبة. فموجيك هو من أقوى الأظهرة، ولو معاك 220 مليون أنصحك تجيبه. ظهير قوي جدا جدا جدا. نروح لتاني ظهير معانا، هو أسطورة باير ليفركوزن، الأسطورة جريمالدو. اللاعب الإسباني جريمالدو لاعب الصراحة قوي جدا جدا برضو. ممكن تجيبه كده مثلا ب180 مليون، أو حتى تجيبه ب185 مليون، يعني أرخص من موجيك. 103 وأرخص من موجيك. ولاعب برضه قوي جدا جدا. سريع، سرعته أقل من موجيك، ولكن وطاقته الدفاعية أقل من موجيك. ولكن هو كإجمالي المراوغة بتاعته عالية، الطاقات الهجومية كويسة، العرضيات والحاجات دي قوي جدا. فهو لاعب شامل يقدر يعمل لك كل الأدوار، ولاعب قوي جدا جدا جدا. وسعره لا يتخطى 200 مليون. تقدر تجيبه ظهير اوفر 103، او حتى ممكن انت تجيبه ب180 مليون او 170 مليون، وتطوره انت بنسخ ماسكرانو. وحرفيا هيكون اقوى ظهير عندك في التشكيلة بلا منازع. طبعا كده الاول موجيك، والتاني جريمالدو. دول الاتنين دول انصحك بيهم وبشدة. نروح للتالت ظهير، وللناس اللي مش مهتم بالاوفر شوية، وهو اللاعب ثيو هرنانديز. اوفر 98. وتلاقيه يعني اوفر 98 مثلا، لو بصيت لي اللي جنبه مثلا اوفر 98 تلاقيه ب 100 مليون. هنا اوفر 98 ب 80 مليون، هنا 80 مليون، هنا 80 مليون، هنا 70 مليون مثلا. لكن سيو هرنانديز ب 160 مليون. ليه؟ عشان اللعبة عارفة قيمته كويس جدا. لاعب قوي جدا جدا. ممكن تجيبه ب 180 مليون باوفر 102. حرفيا طلقة في الملعب. سرعته 107، طاقته الدفاعية قوية جدا جدا. وكمان العرضيات والحاجات دي قوية جدا جدا. والسرعة 107. ده كله قبل ما تحط له نقاط تدريب والحاجات دي كلها. فالصراحة سي هرنانديز من أقوى الأظهرة في اللعبة. ظهير قوي جدا جدا جدا، وهيفيدك في التشكيلة. وطبعا لاعب شامل بكل المقاييس يعني. فكده الأول موجيك، التاني جريمالدو، التالت الأسطورة ثيو هرنانديز. نروح للظهير الرابع. هو عشان تيجي وهتخش على التصفيات، عشان طبعا المشكلة اللي في السوق، تخش على البرنامج وتكتب وتختار التلات برامج دول: الأيقونات، والهيرو، وحدث الذكرى السنوية، وتدوس حفظ وتدوس بحث. وهنا هجيب لك الظاهرين الباقيين
اتنين أظهرة هما يعتبر بالنسبة لي هما من الأقوى. دي ماركو هو أقوى ظهير في اللعبة بلا منازع، ولكن بالنسبة لأنه ب500 مليون فما انصحش حد إنه يشتريه إطلاقا، لأن أي ظهير تاني هينزل حرفيا هيجيب السعر ده وهيعديه. يعني ممكن دي ماركو كمان شهر ممكن يوصل ل300 مليون، فأنت هتخسر خسارة كبيرة جدا لو اشتريته، فما انصحش أي حد إنه يشتريه. ولكن اللي أنصحكم بيه إنك تشتروه هو الأسطورة الرخيص لويس هال، لاعب نادي نيوكاسل يونايتد. الصراحة اللاعب رخيص جدا، اتفاجئت يعني 170 مليون تقدر تجيبه اوفر 103. ارخص لاعب 103 ظهير في اللعبة. واللاعب طاقته كويسة، يعني هو سريع، السرعة بتاعته 104، اللي هو التسارع. طاقته الدفاعية احسن من سيو هرنانديز واحسن من جريمالدو يعني. والعرضيات عنده 103، فهو الصراحة الواد قوي جدا جدا جدا. وكمان هو عنده 20 سنة، يعني فوق السرعة دي هو هيكون كمان ايه، يعني سنه يقدر يخليه يجري كتير. فالصراحة اللاعب يعني اكتشاف كده، لاعب قوي جدا جدا الصراحة. الصراحة أنصحكم وبشدة إنكم تشتروه، اللاعب لويس هال، وخصوصا إنه سعره رخيص يعني. نروح لختام الحلقة. خامس أفضل ظهير أو من ضمن أفضل 5 أظهرة في اللعبة بالنسبة لي كأداء وكسعر هو الأسطورة كاب دريفا، اللاعب الأسباني الليفت باك. عارفين اللاعب ده يا جماعة أسطوري جدا. كنت جيبه على النسخة الحمراء ب94 مليون، واللاعب طاقاته أسطورية. اللاعب زي ما بتشوف كده اللاعب سريع جدا، سرعته 97، وطاقاته الدفاعية أقوى، يعني يعتبر من أقوى الأظهرة اللي أنا قلتها النهاردة. يعني تقريبا هو تاني أقوى واحد بعد موجيك. الصراحة الواد قوي جدا جدا جدا، وهيفيدك جدا جوه التشكيلة. وكمان العرضيات عنده كويسة، 98، والتسارع 102، والمراوغة والالتقاط دي كويسة عنده، والباصات جيدة جدا، والدفاع عنده قوي وأسطوري جدا. فالصراحة الواد ده ممتاز جدا جدا كابدريفا ليفت باك. ممكن تجيبه ب94 مليون، او ممكن تجيبه ب140 مليون للناس طبعا اللي مش مهتمة بالاوفر. فهو الصراحة اللاعب ممتاز جدا، وانصحكم تشتروه يعني. وبكده يا رزان نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك انك تكون صليت على النبي، ذكرت الله ودعمتني، ودوست على زر اللايك. وجود باي.